السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنا انا بدأت معاكم على طول. جبت حلة وحطيت فيها مادة دهنية مع بصلاية كده متوسطة، قطعتها قطع صغير ونزلت عليها بشوية من البسلة والجزر والتوابل، ملح وفلفل اسود وكمون. هنعمل مع بعض النهاردة الرز بالبسلة واللحمة المفرومة. طبعا اللحمة احنا عصجناها مع بعض كتير، فما رضيتش اعملها معاكم تاني عشان ما اطولش الفيديو. وهنا جبت الرز بعد ما غسلته وصفيته كويس وحطيته على كل حاجة، البسلة واللحمة والبصل، وهقلب ده كله كده مع بعض. بعد كده هجيب المية المغلية وانزل بيها على الرز لغاية ما احط المقدار المظبوط. صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وصفة سهلة وبسيطة قوي يا جماعة، وتنفع جدا في الحر اللي احنا فيه ده، جنب شوية سلطة وخلاص كده. هنا ما شاء الله الرز استوى، وشايفين مفلفل ازاي، جميل جدا. بس كده خلصت وصفتنا النهاردة، شوية سلطة جنب الرز اللي معانا اللي بالبسلة واللحمة المفرومة. وصفة بسيطة جدا، اتمنى انتوا تعملوها وتستفادوا منها ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جاي باذن الله. مع السلامة.